في الكاجوال الاختلافات حاجات لا تذكر تقريبا في الخلفي بس. عندي هنا من النقطة دي اسمها ايه؟ يبقى من A ل B 2 سم، ومن A ل C 4.5، ومن A ل D الصدر على 4. كان في القديم اللي هو الكاجوال الصدر على 4 زائد 2. انا هنا بشيل الاثنين عشان السواريه بيبقى عايز ان الباط يبقى مرفوع ومتجسم زياده. بعد كده عندي من A ل E طول الخلف اللي هو يعتبر طول الامام ناقص 2 سم، او لو انت واخده طول الخلف. عندي من E ل F ده طول الجنب اللي هو ثابت 20 سم. دي الاطوال مفيش فيها اي اختلاف عن اللي فات. الرقبه هنا في العرض نفس الفكره، يا 8 يا 9. انا مثلا هعملها هنا 8. من C هنا اللي هي 4.5 عرض الكتف على 2 لحد الان مش اي حاجه جديده، كل قديم اهو اللي هي الايه، وهروح موصله دي كده الكتف، وهروح موصله الرقبه لحد كده. في مشكله؟ كل الكلام ده قديم. الاختلاف بقى في القوانين بتاعه الثلاثه دول، الدي والاي والاف. القانون كان ايه؟ الصدر على 4 زائد 2 صح؟ لا هيبقى ايه بقى؟ الصدر على 4 زائد 2 ناقص 1. ده القانون الجديد. القانون بتاع الوسط على 4 زائد الاثنين بتوعي بروح ناقص الواحد تكسير زائد 3 سم بنسى. هنا بقى بدأنا شغل شوية. ده عبارة عن قانون انا بطبقه زي ما هو وبحطه زي ما هو. عندي هنا اللي هي الاف اللي هو الهب، هيبقى الهب على 4 زائد 2 ناقص 1، وهحط النقط بتاعتي عادي جدا واروح موصله نفس التوصيل اللي انا بوصله في الكاجوال. هدخل هنا سنتي واطلع 5 واروح عامله كده. فاضل اخر حاجه البنسه بتاعت الوسط. شايفين الخط ده من الاي للاي 1 بشوفه كده. لو مثلا طالع 20 سم فبروح جايه في النص كده، نص ال 20 او خليها 22 عشان ما تطولش طول البنسه. نص ال 22 كام؟ 11. فانا بقف عند ال 11 وهروح نازله لتحت 10 سم. ده طول البنسه بتاعت الخلف. وهروح طالعه لفوق قبل خط الدي ب 2 سم، يعني باجي على خط الوسط انزل 2 سم كده واحط نقطه واروح موصلاها للوسط، 1.5 يمين 1.5 شمال واوصل. دلوقتي عندي هاخد بقى الامامي بالراحه وحته حته. نعمل الاول الاطوال وبعد كده هنعمل ايه؟ العروض بتاعتنا. انا عندي الاطوال هي ممدوده، ادي الايه وادي خط السي زي ما هو، والدي والاي والاف كل الخطوط ممدودة زي ما هي، صح كده؟ صح. طيب هزود ايه بقى في الاطوال؟ فوق هطلع الايه زي ما احنا بنطلع في الطبيعي. هاخد الرقبه بتاعتي زي ما هي ال 8 سم هنا، وهنا هيبقى 8 زائد 1 يعني 9 اللي هي البي 1. ده زي ما اشتغلت هناك لحد الان ما عملتش اي تغيير. الاضافه بقى عندي في الاطوال ايه؟ حاجه اسمها ارتفاع الصدر. ارتفاع الصدر ده باخده بمنظوره من الكتف لحد بروز الصدر بالظبط، وبنزله نقطه اسمها A من A1 من اللي فوق خالص، بروح نازله ارتفاع الصدر اللي هو الN1. يلا بينا نعمل الخطوات دي. يلا. دلوقتي هوصل الكتف بتاعي عشان ابتدي بقى ان انا اخد البنس في العروض بتاعتي. شايفين اللي هو من G ل L الناحيه الثانيه بشوفه قد ايه؟ الميل بتاعي 12 15 12 15 زي ما طالع، واروح جايه من هنا اروح واخداه برده على خط الايه؟ على خط السي بتاعي زي ما انا على خط الكتف ورا. القوانين بقى هنا غير هنا. هنا الصدر على 4 زائد 2 وراح زائد 1. الواحد اللي انا شلته من هنا زودته هنا. الوسط هيبقى الوسط على 4 زائد 2 زائد 1 زائد 3. الهاب هيبقى الهاب على 4 زائد 2 زائد 1. وابتدي ان انا اوقع النقط بتاعتي اهو، وابتدي ان انا اوصلها بشكل طبيعي خالص. يلا نعملوا خطوات نكمل. الان اللي هو ارتفاع الصدر اللي احنا واخدينه. شفتوا المقاس اللي احنا خدناه اللي هو البعد ما بين نقطتي الصدر؟ طلع مثلا 17 18. هقسمه على الاثنين. بصي معايا ايه؟ يعني هنا من الN1 دي لو مثلا عندي كام 18 يبقى نصها كام 9. هروح داخله من هنا التسعه تبقى دي N1. تمام كده؟ هاجي من هنا من فوق من عند النقطه بتاعت الجي وعند الكتف دي هروح داخله 4 سم
واروح طالعه لفوق 2 سم واوصلها بالان 1. يبقى تاني هدخل من الان هنا للان 1 نص البعد بين قطبي الصدر وبقت نقطه. فوق بقى هروح نازله من هنا من عند الكتف 4 سم واروح طالعه لفوق 2 سم واروح موصلاها بالان. يلا بصوا بقى، شايفين الخط اللي انا عملته من ان 1 لحد اللي فوق دي اسمها جي 3؟ شايفين الخط ده؟ هطلع منه لفوق كده 7.5 سم. عشان ايه تشوفوا ادي الخط بتاعي. هطلع من هنا من تحت من عند الان 1 هطلع 7.5 سم، ومن 7.5 دول هروح داخله 2.5، وبعد كده بروح موصله الان 1 بال2.5 طالعه فوق كده. دي حاجه اسمها بنسه الكتف. هي البنسه دي الرخمه عندنا في السؤال. كده كده بقفلها على الورق. بقفلها ازاي؟ بروح جايبه الضلع ده تانياه على الضلع ده، واروح بعدها معدله الجيرو بتاعي. دي هنعملها على الورق عشان مش هتنفع على البورد ده. وبعد كده اوصل الجيرو بتاعي كده نخلص. يلا بينا نعمل ايه؟ باجي اعمل الامامي بقى عشان اروح عامله الكتف، وطبعا بعد كده هصرف ايه؟ البنس اهو. تانيت كده عامل الان 1. شايفين بقى الكتفين الحلوين اللي انا عملتهم دول؟ هروح جايبه واحد كده لاكتر حاجه. حسبي الله، حسبي الله يا ايه. انت اسمك ايه؟ محمد. حسبي الله في ايه محمد. ده انت يا ايه يعني الباترون ده بالنسبه لك صباح الخير يا مصر. طب انا وريتك الفستان والله العظيم انا اللي عاملاه، وسواريه وبداع على فكره، انا تلعبي من الصبح اهو. بس بقالي فتره فنسيت. بصوا بقى هعدل الكتف بتاعي. شايفين الكتف بتاعي هنا الناحيه التانيه كان كام؟ كان 12.5 صح كده؟ اروح جايه هنا كده واخده ال 12.5. ايه المسطره دي؟ ده فين الارقام؟ ايه يا عم؟ استنى الارقام دي فيها لا ايه فيها اهو. ادي الكتف التاني اللي هو ال 12.5. تمام كده؟ فاكرين بقى الجيرو بتاعنا الطبيعي اللي هو الخروج سنتي والنزول كده؟ ده اهو. ده هاخده قبل البنسه؟ قبل او بعد مش فاكره. وهطلع ال 5 سم بتوعي، بس هخرج كام بقى؟ 2.5. مش تقولي قبل ما ارسم منه؟ حسبي الله ما انا قلت اهو. وهروح موصله الجيرو بتاعي عادي انت بتلعبي يا جدا غاليه كده، واروح موصله الايه. فلما هقفل البنسه خلاص بقى الشكل بتاعي بقى ده الباترون بتاعي. وصلت كده؟ طب انت هتقفل البنسه كده ازاي؟ انا بصي دي بحط لزقه، بحط لزقه وبروح عامله كده عشان مفيش حد بيعمل بنس الكتف. فانا بقفلها وبشيلها خالص وبصرفها بقى في كذا حته برنسس بقى عشان اظبط شكل الجيرو، عشان اظبط شكل الجيرو بتاعي واعرف اصرف البنسه بتاعتي فين، لان هي كده كده ليها مقدار. فلازم احطه وبعد كده اقفله واصرفه. تمام كده؟ خلاص بس خلاص.